السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده بقى مع بعض هنعمل الجبنه القديمه او المش. بسم الله ما شاء الله، طبعا على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا عامله 5 كيلو جبنه. طبعا الجبنه ديت انا جايباها ناشفه جدا، لازم اختارها كده بالقطعه بتاعت يعني كل قطعه كده تكون ماسكه نفسها شويه. طبعا انا معايا بقى هنا ملح، وحط عليه شطه وشويه كركم. هبتدي بقى ان انا اغلف كل قطعه جبنه بالملح والشطه كده زي ما انتم شايفين، واحطها في مصفى. هتنزل بقى الميه، ممكن يعني اسيبها 3 ايام. كل ما قعدت وهي متغلفه كده الميه بتنزل منها وبتنشف، فدي بتبقى كويسه وبتعيش معانا في المش. طبعا زي ما قلت لكم انا بسم الله ما شاء الله عامله 5 كيلو جبنه على قد البلاص اللي انا بستخدمه. فزي ما قلت لكم كده هبتدي بقى طبعا هغلف كل قطع الجبنه، واسيبها لمده 4 ايام من غير دخول التلاجة عادي. هي كل ما تنشف كل ما هتبقى حلوه. بتعمليها بقى وبتقعد معاكي بالسنين، يعني بسم الله ما شاء الله جميله جدا. انا بقى هخلص الكميه كلها زي ما انتوا هتشوفوني كده، وهخش بقى على البلاص. شايفين بقى انا بحطها هنا في المصفى زي ما قلت لكم، واخش بقى على البلاص. دي الخميره، دي مرته يا جماعه. المرته ديت انا جبتها كانت عندي بتاعت سمنه بلدي، وحطيتها على النار لحد ما لونها غمق كده زي ما انتم شايفين. انا كنت شايله الحته دي عشان اوريها لكم، وابتديت ان انا نزلت عليها ده بشرش لبن، شرش جبنه، وحط عليه لبن. بديله غلوه بسيطه واسيبه يبرد. بعد كده بحطه على ال على ال اللهم صل على النبي، على المرته. لو بحط لها ملح، بكتر لها الملح لازم يا جماعه. ده برضو كان جزء كده شايلاه عشان اوريه لكم، يبقى بالشكل ده. هو طبعا هنا تقيل، فانا هبتدي ان انا احط الشرش بتاع الجبنه دوت، وبزود طبعا الملح. اهي ببتدي كده بقى انا هحطه كده في الجبنه، في المش دي اللي بيسموها الخميره. ده اساس الجبنه من الاول. ان انت تعمليها بمرطه بتبقى حلوه، او من غير مرطه ممكن بالشرش برضو بتاعها وبشويه شطه، وبتكتري الملح اهو. هركنه بقى هنا كده على جنب زي ما انتوا شايفين كده. هركنه على جنب واجيب البلاص بتاعي. البلاص دوت يا جماعه زي ما قلت لكم كده هياخد 5 كيلو جبنه. البلاص صغير كده متوسط، انا كنت شاريه ب30 جنيه بصراحه. ده بيشيل 5 كيلو جبنه. طبعا انا كنت هنا حطيت المش شويه الشطه اللي باقيين من الجبنه. طبعا زي ما قلت لكم انا الجبنه دي بسيبها 3 ايام كده بره عشان تنشف معايا اكتر كده. هركنه بقى وزي ما قلت لكم على البلاص. انا جبت البلاص بتاعي وغلفته من بره بالاسمنت. يعني انا هنا كنت بحط الملح زي ما قلت لكم، بغلفه بالاسمنت، وبسيبه برضو 4 ايام او اسبوع على الاقل، وبدهنه من جوه عسل وبرضو بسيبه. يعني انا عملت الخطوه بتاعت العسل دي الاول، وبعد كده عملت البلاص من بره زي ما هتشوفوني كده. اهو شايفين بقى البلاص زي ما قلت لكم عملته بالاسمنت كله كده من بره. وطبعا انا كنت عاملاه بالعسل من جوه الاول، اهو شايفين حتى مكان العسل معلم فيه اهو. وخلصته وسبته وقلبته 4 ايام او 5 ايام في المكان فيه هوا في البلكونه لحد ما نشف خالص زي ما انتوا كده شايفين. الخطوه دي مهمه عشان ما يسربش الميه بتاعت الجبنه وما تنشفش مننا. ده لو هو البلاص جديد اهو. شايفين بقى بالشكل ده كده. طبعا انا كنت سايباه عاملاه قبلها بكذا يوم. طبعا انا بقى هنا ده الشرش بتاع الجبنه. هبتدي ان انا احط فيه. طبعا انا كنت حاطه في البلاص من تحت شويه ترمس والجبنه بعد ما غلفتها، يعني حطيت جزء بالمعنى الاصح، وحطيت الجبنه، وحطيت حطيت قشر استفندي اهو. شايفين بقى ده الجزء اللي انا كنت ماليه. يعني انا مليت حبه واستنيت ان انا اكمله معاكم اهو. حطيت بقى زي ما قلت لكم ادي الجبنه والبتاع دوت وفلفل اللي هو الاحمر الحراق. شايفين بقى قطعه الجبنه اللي انا بوريها لكم، وشويه ترمس من تحت. وفي حاجه اسمها اللي هو الدواء بتاع الدود عشان ما يعملش لا قدر الله معانا دود اهو. شايفين دي الماده دي اسمها دنكار. دي ده الدواء بتاع الدود اهو. بجيبه من عند العطار، دول ب3 جنيه حلوين قوي. بحطه كده في حته في سره يعني، وبروح قافلاه وبحط واحده في الاخر وواحده
بعد ما بخلص. وادي الترمس اهو، ده ترمس مر برضو جايبه ب3 جنيه. حطيت شويه في قعر البلاص من تحت، وابتديت ان انا ارص الجبنه زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت برضو فلفل وقشر استفندي، ده بيبقى جميل جدا اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله، بيدي طعم بقى، وبتاكلي بقى احلى جبنه بالشكل ده. هنا بقى طبعا انا هبتدي بقى ان انا احط كام قرن فلفل كده معاكم. طبعا انا كنت حاطه في الاول اهو، طبعا غير الشطه بقى، فانا ما بكترش الفلفل دوت عشان الشطه ما يبقاش حامي زياده عن اللزوم. ولازم نكتر الملح يا جماعه برضو، ده عامل اساسي ان الجبنه تقعد معانا مده طويله اهو. ادي شويه ترمس، هبتدي بقى انزل عليهم هنا بالمش. هو بيبقى خفيف شويه طبعا، عشان لما بيقعد هو مع الوقت بيتقل. هبتدي بقى ان انا املى البلاص خالص يعني شويه، وارجع اكمل بالجبنه اهو. طبعا انا كده وهنا كنت حطيت شويه، هبتدي بقى ان انا احط الجبنه تاني اهو كده. هبتدي بقى كده احط الجبنه، احط يعني حبه جبنه تاني اهو، بس انا بوريهولكوا يعني شكله عامل ازاي اهو كده بالشكل ده اهو. شايفين بقى هنا لما حطيت الجبنه كنت حطيته، وبرجع احط تاني اهي. دي بقت الجبنه بحطها كده عادي لحد ما اخلص البلاص كله بالشكل ده. وبرجع برضو احط قشر استفندي وبرضو فلفل. واخر حاجه بحط الترمس اهو كده. انا بقى كده كده خلاص كان البلاص اتملى. وطبعا الطعم ده بيفرق جدا عن البطرمان البلاستيك او الازاز. انتوا طبعا عارفين الزلعه او البلاص بيبقى طعمه ازاي في الجبنه. وبقفل بقى عليه. طبعا انا كنت عملت عملت له سره كده، اللي هي السره دي عباره عن اي حاجه عندك قديمه، فلنة تيشيرت، بروح حاطاه في كيس وبعمله بقفل بيه البق بتاعه. هو انا بقى هنا كنت خلصت اهو. دول بقى اخر حاجه، حطيت الترمس كده من فوق الوش اهو كده. وابتدي بقى ان انا اروح قافلاه بالحته اللي انا قلت لكم عليها ديت، شنطه جوه شنطه كده، واحط فيها اي حاجه قديمه انا مش بستعملها، واروح قافلاه بالشكل ده. بقفل بقى عليه، بيقعد مثلا ممكن افتح عليه من بعد 3 4 شهور، بيبقى جميل جدا. وبكتب عليه التاريخ لو انا مش فاكره انا عملته امتى، واسيبه بقى بالسنين بيقعد معايا وبيبقى جميل جدا اهو. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله. اتمنى بقى ان الوصفه دي تعجبكم، وطريقتي في المش تعجبكم، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه يوميات ديدي ونينا. وعايزاكم بتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في المش بتاعي. ولازم يتحط في بلكونه يا جماعه، لازم يتحط في مكان يكون فيه تهويه. يعني انا مثلا في الصيف بدخله في حته فيها شمس، وفي الشتاء بدخله في البلكونه اللي ما فيهاش شمس.